السلام عليكم. جمعة مباركة للجميع. شو أكلكم؟ سامي دكتور سامي خبير استراتيجي ولا صمويل اللي بدكم إياه؟ أول شيء للشعب التونسي وليس الأغبياء، ما بدي أحكي ولا كلمة. أول شيء صحيح إنه عمر والتافه نوفل عملوا غلطة وحيدفعوا ثمنها، ولكن اكتشفت إنه أبو عزيزي هذا لسعد أبو مريم، اكتشفت يعني إنه هذا رجل بدعم سيف. انا ما كنتش عارف، وانا كمان كنت ادعم سيف لعند قبل القصه هاي. لقيت انه سيف بده يطلع على ظهري، سيف بده يتسلق. وراشد اللي انا اعترف، قول عني سمويل كل بدك اياه، اعترف امام هذا الفيديو بانني ازود راشد بفيديوهات. راشد الخياري بياخذ مني فيديوهات، ما بينام بالليل بلاقي فيديوهات جاهزات، بياخذ مني المعلومات. صار ماخذ حاليا، مش كاشف لكم راشد كمان 6 فيديوهات. فيديو الحمامات هذا كان لموضوع ثاني، استغله وضحك على رجل، لانه كان لازم يكون على فيديو تابع لروني طرابلسي، وراح قلبه عمله تبع فيديو فيلا الحمامات. لكن اللي قال لي انه انا مزيف فوتوشوب مع راشد، بدي اورجيك. ها شوف، هاي تليفون، ها مش فوتوشوب، هذا تليفون. شو مكتوب هنا؟ سيف الدين. شو مكتوب؟ عشان اللي بيحكوا عملوا عن تزييف. انا وسيف يعني نتكلم مع بعض، نتكلم على الايمو. انا ادعو المخابرات والمخابرات العسكريه والمحكمه العسكريه فحص تليفون سيف، حتى لو محاه. في تكنولوجيا عندكم تعرفوا شو كلام معي. والعالم بقول لك انت تضرب سيف، بضرب في سيف كمان، ولا سيف بضربها. عم بيطلع ابو عزيز لسعد ابو مريم بقول لك انا بحكم القصر، انا بحكم مايا، انا بحكم قيس، انا رجل مخابرات. مش بس هيك، انا رجل قوي جدا، الي سيطرة على القصر وعلى تونس. ما كنتش عارف انه الخطة تبعت العرس ابن العرس الغنوشي، الاختيار هذا العجوز اللي بدي افتح كس امه مع الملفات اللي عندي. يعني كس امه بدي افتح له اياه تبع الملفات اللي عندي. الملفات اللي عندي على الغنوشي والله لا يطلعوا ياخذوه من المكان هو فيه، وتعلي على ماليزيا وتعلي على كس امك. بدي اجي خربها معكم. ما دامني انا حافظت عليك يا غنوشي وسترت عليك وعلى مشاكلك وبلاويك وعلى الاتفاقيه تاعت السبسي اللي عملها ب 2015 اللي انت طلبت يخفوها، نعم، مع الدوله العميقه، وما عرضتوها للشعب. اتفاقيه بين الولايات المتحده والسبسي مع كل بنودها، وسكتت. ولقيت هجموا علي هجمه، عملوني يهودي طب انا ما خليت السيسي، ما خليت لمصر ولا للنظام المصري ولا واحد مسك علي هيك. عملوا الفيسبوكات هذه وهيك عطيتهم. ولا تقول لي ما توسخش، كل عن ابو امك عرس اقلب تفرجش. اوعى تقول لي ولا تحكي لي سيب الغنوشي، هذا اخو الشرموط الغنوش تبعك. بدي اورجيك كيف بحب الصهاينه وبالحوس لهم. هذا الصهيوني الغنوشي بتحب تتهللوا فيه وبتقولوا عنه نظام. بدي اورجيكم مين الغنوشي. بس اول شيء تعال نبلش عن مين؟ نبلش مع العرس سيف. اللي اتصلت عليك قلت له سيف انا وياك تواصلنا ولا لا يا سيف؟ اللي بيقولوا انه انت عندك فوتوشوب. لا مش فوتوشوب، هي اسم سيف، هي شايفه؟ وهي على الايمو، هي تليفون. طلع، تعال على سيف. ها وين سيف؟ طلع على صورة سيف. هاي فتنا على سيف، اوب هاي سيف، هاي رسائل وهي قلوب وحب. حلو. اسمع انت، انا ما بسمع كل مكالمة، انا بعمل عليه فيلم دوكيومنتاري انا وسيف. اسمعك اول شيء لما انا وياه متواصل مع بعض وفيش عنده ارسال. اول شيء اخي سيف كلمني هون والله. انت عم تتصل علي على التليفون هذاك اخي سيف. السلام عليكم. ما نسمعش حد شيء، ما نسمعش صوتك. السلام عليكم. ما نسمعش حد شيء، ما نسمعش صوتك.
ما بدي اسمعك كل المكالمات هذا فوتوشوب. هذا صوت سيف. وال40 دقيقة تكلمناها بدي اعمل عليها على كس امه نعمل حفلة اورجيكم هذول الكذابين اللي بيقولوا فوتوشوب وبتصل في سيف وبردش عليه. طلع مكالمة لا ردتش عليها. كم مكالمة؟ واحدة، تنتين. يعني سيف بتواصل مع ايش؟ مع جهة أجنبية وبتقول له صمويل خليها صمويل. قلتوا عني موساد، يعني سيف بتواصل مع الموساد وبنقل أخبار الدولة. يا ويلي، طب ليش؟ ليش يا سيف؟ هيها هذا حقيقي ولا مزيف يا اخوات الشرموطات؟ هذا صوت سيف ولا مش صوت سيف يا اولاد العرصات؟ السلام عليكم. ما نسمعش حتى شيء، ما نسمعش صوتك. بسمعي الصوت يا اخو الشرموطة. هلا بسمعك صوتي يا منياك، انا بسمعك صوتي. سيف بده اياني اضل اضرب في قيس وعبير، وانا بدور بنعبش بلاقي سيف مش اكتر من كراكوز بحركوا الغنوشي. وسيف انسان محترم، انا ماشي. صار بده سيف اعمل فيديوهات واضرب وما اطبش بالنهضه. طب انا علاقات دوليه ضد الفساد. صار بده سيف والغنوشي يمشوني كيف بدهم، انا اعمل كيف بدهم. اسمع، صلي على النبي، انا مسلم. هل منظمة التحرير مخترقة؟ منظمة التحرير يعني اما خطبت فيها امام وزراء وسفراء يعني هم بغطوا علي. انتوا قلتوا طب اسمع، خلينا نيجي على الاستاذ راشد اللي بقول لي اسكت يا راشد، مش وقتك. اسكت يا راشد. اسمعوا، راشد بنحكي معنا وياه على الايمو على الواتساب اللي بقول لي فوتوشوب مويا فوتوشوب. لا حبيبي مش فوتوشوب، كس امك، مش فوتوشوب. راشد وسامي بتواصلوا مع بعض من 20 نيسان. قرب طلع عليها من 20 نيسان كمان مرة قرب عليها. راشد بتواصل معي بكل الحقني انقذني. مش انت اعطيتني التسجيلات؟ مش انت بديتني؟ انا ما بديتكش، انت طلبت مني يا اخو القحبه. الان بدك الحقني؟ شو بكتب لي راشد؟ للي بقولوا انه انا كذاب، انا صهيوني ماسوني كس امك. اسمع للاخر عشان تعرف يا عرس انت مين بتنتخب. انت اللي بتطلع علي ومش عاجبك، اسكت. شو بكتب لي؟ مرحبا، هلا بالاسود، هلا بالاسود. شو بجاوبني؟ ايه بقول لك مرحبا، بحاولوا محاميين انقاذي. اقرا يا جحش، اقرا يا جحش بالابيض شو مكتوب. كمان مره، هذا مش فوتوشوب، هذا ايش هو كتب. مرحبا، هو بتصل فيي، هو بقول لك انا شو قلت له. هلا بالاسود. هلا. السلام عليكم استاذ. هل فعلا عندك الفيديو بتاع مايا الكسوري؟ هل فعلا عندك استاذ؟ طيب استاذ، ممكن اشوف حتى صوره منه؟ معناها ممكن حتى صوره منه. هون بدوش ياكل له، انا معند معاه، بده صوره منه. شو قلت له انا؟ اللي بعد ما جاوبته بعثت له فيديو، بس شو كتب لي. الاشكال انه انا مهدد بالاعتقال وفي علي تهمه ثابته. اقرا ايش مكتوب تحت، اقرا يا عرس، اقرا يا اللي بتقول عني خاين. بدي اورجيك الخون اللي عملت منه ابطال على حسابي. نو. السلام عليكم. طيب استاذ، ممكن اشوف. لا ما تخافش، الكل معك وانا عندي راشد. لا ما تخافش، المهم تضلك متمسك بحصانتك. هذا اهم نقطة. انت اسمع الفيديو وانا ضربت لك طارق ضربة اللي غلط عليك. انا وياه متفقين اضرب له ضربة. امسك بحصانتك، انا اللي بمشيك بدي. انا اللي بمشيه، انا اللي بمشي راشد كيف بدي. اسمع، المهم تضلك متمسك بحصانتك، هذا اهم نقطة. انت اسمع الفيديو وانا ضربت لك طارق ضربة اللي غلط عليك. طارق اللي غلط عليك؟ مين طارق؟ طارق مين؟ طارق تبع الجزيرة نيوز، تمام؟ حلو. هل فعلا عندك الفيديو بتاع مايا الكسوري؟ اسمع، عندك استاذ؟ نجرب نتصل عليه الان بث مباشر. ممكن
ممكن اشوف حتى صوره منه مع خليكم معي، اسمع بس مباشر او بتصل فيه. هيو اسمع. عم بتصل فيه. اسمع شو نقول له هلا بس مباشر. راشد، معك سامي صديقك حبيبك صاحب التسجيلات والفيديوهات وعمي منك بطل. رد علي لأخرب بيت أمك، رد علي لأخرب بيت ستك. عملت منك زلمة قدام الناس، خليك زلمة الآخر. وصلته؟ راشد، معك سامي صديقك حبيبك صاحب التسجيلات والفيديوهات وعمي منك بطل. رد علي لأخرب بيت أمك، رد علي لأخرب بيت ستك. عملت منك زلمة. طيب راشد، على كل حال انت عارف منيح ايش انا ماسك. طيب انا حد هلا عمالي بس بعمل برومو، وبتعرف منيح يا عرس انت سيف وانت سيب الغنوشي متحلى عليه بعدين. انا كنت ما ساكت عليكم، انتوا قلبتوا علي وعملتوا مني هيك صهيوني وبدي اقتل سيف. انا بدي سيف بيسوى بصلي عشان واحد يقتله؟ يا عرصات خلي الشعب يعرفكم. طيب راشد، على كل حال انت عارف منيح ايش انا ماسك. طيب انا حد هلا عمالي بس بعمل برومو، وبتعرف منيح يا عرس انت سيف وانت سيب الغنوشي متحلى عليه بعدين. انا كنت ما ساكت عليكم، انتوا قلبتوا علي وعملتوا مني هيك صهيوني. بدي اقتل سيف. راشد اذا بتطلع باقي التسجيلات وعد مني الك، وعد شرف وحياة ربك والله. الماكينة اللي عندك الموجودة بقلب البيت اللي انت مأجره بتونس واللي بالسفارة الإماراتية، تروح على المخابرات وقول لهم عنوان. وانت عندك تسجيلات ومشغل بنتين وقاعد تفكر. انا انقلبت عليكم. نعم، قولوا عن اسمع ولا قولوا عني سامي، قولوا عني سمويل. لو انا بحكم تونس زي ما بحكي المسطول ابو اسعد كان بصير معين هيك. راشد اذا بتطلع باقي التسجيلات وعد مني الك، وعد شرف وحياة ربك والله. الماكينة اللي عندك الموجودة بقلب البيت اللي انت مأجره بتونس. المهم هذا تليفون راشد، وفيش تقول لي واحد عنده الادمن على الفيسبوك مش على تليفونه. تليفون راشد. هاي اسمع، هذا راشد. السلام عليكم استاذ، هل فعلا عندك الفيديو بتاع ماي طيب استاذ، ممكن اشوف حتى. المهم باقي التسجيلات تاعت راشد الموجوده معي اللي بالمكالمه، وغير انه بيتصل في دائما. هل يا شعب تونس اذا انا خائن عميل، واذا انا ماسوني، واذا انا كما قالوا عني قوي لهالدرجه، في هون تخابر مع دوله اجنبيه. تخابر مع دوله اجنبيه، بتعرفوا ايش معناها؟ يعني اثنين من مجلس النواب بتخابروا مع دوله اجنبيه وبيفضحوا الدوله. وهيو طلعوا قدام عينيكم، طلعوا علي. انا بدي اسمعكم بالمكالمات. طلع هذا سيف بتصل بردش، وهون بقول لي لحظه بس نتصل بسيف بث مباشر نجرب، مع انه انا لحظه بتصل في بث مباشر. طلعوا هي عم برن. هنا سيف باكي مثل فيه كمان مكالمة على فكرة. هيو بس أنا بدي أقول أخيرا مكالمة الآن قدامكم. سيف الدين مخلوف، كيف حالك؟ أنت طلعت مرة مش زلمة، أنت طلعت واحد كلب خسيس. أنا بدي أقول لك يا رجل، حكينا ساعة وبعدين 45 دقيقة. وأنا على فكرة بديش آخذ إذنك، أنا بدي أعمل هلا فيلم برومو عليك أنت والكلب تبعك راشد،
وبعدين الجغنوشي خليك زلمه واطلع مؤتمر صحفي وكون تعرفنيش. اذا انت رجل زلمه عندك بضاعة رجل بده يصير رئيس ويترشح، كون ما بتعرفش سامي تاخذش منه معلومات، بتسالنيش على الضباط وعلى الجيش. انا بعثت له رساله. سيف الدين مخلوف، كيف حالك؟ انت طلعت مرة مش زلمة، انت طلعت واحد كلب خسيس. انا بدي اقول لك يا رجل، حكينا ساعة وبعدين 45 دقيقة، وانا على فكرة بديش اخذ اذنك، انا بدي اعمل هلا فيلم برومو عليك انت والكلب تبعك راشد، وبعدين الجغنوشي. خليك زلمة. على فكره يا اخوانا وصلته الان، فتح الان سيف فتح وعم بسمع. تفضلوا يا اخوانا، متصل الان. لحظه. رجل بده يصير رئيس ويترشح، كون ما بتعرفش سامي تاخذش منه معلومات، بتسالنيش على الضباط وعلى الجيش. سيف اخضر الان وصلته رساله، بدي اتصله كم مره. عم برن. على كل حال بدوش يرد، مش مشكلة، بوسطه تمام. اخواننا عشان تأكدوا انا هذا تليفون سيف، ها اسمع صوت، ما بدي اورجيك كل الفيلم. السلام عليكم. ما نسمعش حتى شيء، ما نسمعش صوتك. ما سمعت صوتي بس ولا يهمك، كل الدنيا حتسمع صوتك. استنى يا عرس، بدي اذا انت رجل بتحد حالك رجل اطلع كل تعرفنيش، وما حكيتش معي على الجيش وعلى التركيات، ولا سألتني على زوجة قيس سعيد وتراسلنا عليها وبدك تمسك اشياء عليها. هاي بعثت له اياها لسه ما وصلتش. وهي المحادثات اللي بيني وبينه يا اخوانا، على السفير الفرنسي، على راشد، على القاضية زوجة الرئيس. هاي المحادثات اللي بيني وبينه. وهاي اتصاله، اكون مشغول ما ردتش عليه، قلت له اتصل اتصال، بعدين قال لي مش سامعك، بعدين كم مرة اتصل لي. يعني اللي بقول لك فوتوشوب تبع نادية فوتوشوب، لا يا حبيب امك من قص امك فوتوشوب. بدي اورجيكم انه هدول العرصات هم اللي مشغلهم الغنوشي وبيلعب فيهم ماريوليتا، يم رجال مربوطين بالحبل. طبعا احنا حكينا كتير، بدكم تقولوا هذا عميل موساد، ولكم كلوا اللي بدكم اياه، كس اختكم مين شايفكم؟ مالكم؟ ما كل واحد حكى علي كلمه بكون اخو كعبه. المهم اليساريين المحترمين اللي اتصلوا علي وقالوا لي احنا مصدقينك. ليش؟ انهم بيعرفوا خبثكم، بس انا كنت بفكر انه احنا كنا مسلمين وبنشتغل على الصراط المستقيم. طلعتوني يهودي، كفرتوني، طلعتوني ماسوني، طلعتوني صهيوني، عملتوا بدكم اياه. انا حافعصكم فعس، حافعصكم فعس واورجيكم انتوا اكم مين الجزيره هدول، مين بيشوفهم. المهم ترقبوا قريب جدا على علاقات دوليه اللي انفتحت ان شاء الله، وعملنا باتصالات مع فيسبوك نفتحها قريب، وطبعا حتكون مع علامه زرقاء، يعني حيبعبسوا حالهم طارق وجماعته بالجزيره. صبركم علي، هذا وعد مني. بعدين انا عندي كتير متابعين، والمصريين قديش انا عملت بالسيسي وقديش عملوا علي فيسبوكات. وبعدين يا حيوانات انا عندي 4 فيسبوكات يا عبري، دوروا منيح بتلاقوا 4 فيسبوك بالعبري. اللي عملته مصر 3 في عبري، لا 3 و2 عربي، يعني واحد اندونيسي واحد عربي، وواحد فيه كله سكس، يعني شغل مخابرات. يعني واحد يحط مرته واولاده وفلوس وجواز على في عليكم منور. انا اللعبة على مكشوف، اصحوا يا توانسة. سيف الدين مخلوف اللي بيحكيكم وطنيات، والله حينيك امياتكم اذا طلع هذا على الحكم واخذ حزب كبير. هذا العرس اكبر عميل للفرنسويين، بس بده يركبكم ويطلع لفوق، وديروا بالكم. انا لا مع هدول مع هدول، لكن انا الان بدي اكشف لكم وجوههم، ونحن مستمرون وعندنا قوه. وانا فلسطيني عربي مسلم، وخذ بعينك
واللي بده يقول لي ماسوني اهلا وسهلا، انا ماسوني وحاكمكم وداعس عليكم. واللي بده يقول لي صهيوني صهيوني وبرضه داعس عليكم. انا بتكلم داعس على مين؟ على اللي حكوا علي، مش على التوانسه، على راسي التوانسه، على مخي. بتكلم على كل اللي عملوا علي افلام والفوا. اهل تونس على راسي من فوق، على راسي من فوق. اما تقول لي انت ما تعلقولوش اصلا هناك امك يا طارق بالجزيره انه عندي 4000 بارتاج وبيشوفوني 21 مليون، هاي هناك امك وخواتك. بس انا بدي اورجيك كيف لما اطلع لك هلا اعلق لك سيف وراشد وابعت يجوني مخابرات على ماليزيا ونعطيهم الوثائق، كيف هدول حيمسكوهم ويعلقوهم من اجريهم في الميدان والغنوجي فوقهم. صبركم، انتظروا. بما انهم انقلبوا علي حلو اللعب. جود لك، جمعة مباركة. سامحوني على الاعصاب انه هدول اخوات شرموطة بدهم ترباي وانا لها بالمرصاد. واتاكدوا شي واحد، ما في بني ادم بيعمل انا بعمله الا يكون صادق. وما بقدر استحمل حدا يقول لي جاسوس عميل، انت عميل، انا عميل، انا عميل وانا جاسوس. نتقابل قريب. شكرا لكم.